بيعدي عليك وقت بتحس إنك تايه، يومك بيعدي وأنت مش عارف عملت فيه إيه، ما عندكش إنجاز ملحوظ، بتحس إنك فاضي بس دماغك مليان، دماغك تقيلة بس بحاجات تافهة. طيب سألت نفسك عن السبب؟ ناس كتير حياتهم مملة مش علشان اليوم بيتكرر أو علشان فيه مشاكل، ولكن بسبب الفراغ، الوقت اللي أنت مش بتعمل فيه حاجة. العقل البشري ما ينفعش يفضل ساكت، ولو ما اشتغلتش في حاجة مهمة بيفضل أو بيتجه للتفكير السلبي. هقول لك ببساطة الموضوع بيمشي ازاي. الفراغ بيجيب تفكير زائد، التفكير الزائد بيجيب قلق، القلق بيجيب اكتئاب، والاكتئاب بيخليك تسأل نفسك سؤال: أنا بعمل إيه في حياتي؟ محدش بيرد عليك لأنك سايب حياتك فاضية، فاضية لدرجة إن أي فكرة وحشة تقدر تدخل. الإمام الشافعي رحمه الله قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. دلوقتي أكيد بيدور في ذهنك سؤال: هل أنا أصلا واقع في الفراغ؟ أقول لك إزاي تعرف إنك واقع في الفراغ ولا لا. المشكلة في الفراغ إنه مش دايما بيجي فجأة، أوقات كتير بيبدأ بشكل بسيط، يعني يوم تعدي من غير خطة، يوم تاني شبهه، بعدين تلاقي نفسك مش قادر تفتكر آخر مرة كنت فيها مركز أو مبسوط. بتحس إنه كل الأيام شبه بعض، تصحى تفتح الموبايل تتفرج شوية، ممكن تنزل ترجع ولا حاجة اتغيرت، تحس إنك قاعد بس مش بتعيش. الأسوأ من كده إنك تبدأ تلاحظ ناس حواليك بتتقدم، تشتغل، تنجح، تحقق أهداف وإنت واقف مكانك، فبتبدأ تقارن، تحس إنك أقل أو إنك اتأخرت أو إنك مش هتقدر توصل. وده مش لإنك مش قادر، ده لإنك مش فاضي أو مشغول بحاجات بتسرقك وإنت مش حاسس. بعد فترة بتلاقي نفسك بقى عندك شعور عام بالتعب، بس مش عارف التعب ده من إيه. دماغك مشغولة بس مش بإنتاج، مشغولة بتفكير ملوش نهاية، تأنيب ضمير، إحساس إنك مش كفاية. وده اللي بيخلي الفراغ خطير، لأنه مش بيجي كده ويقول لك أنا الفراغ، لا، هو بيدخل على هيئة روتين ميت، ممل، مقارنة، تسويف، إحساس بالعجز. علشان كده لازم تلاحظ العلامات دي بدري، لأن مجرد إدراكك ليها بيكون أول خطوة حقيقية في إنك تبدأ تطلع منها. لو وصلت للمرحلة اللي اتكلمنا عنها وحسيت فعلا إنك واقع في الفراغ ده، فدي مش نهاية الدنيا، دي البداية. لأن مجرد إنك عارف المشكلة فده معناه إنك بدأت تتحرك بالفعل. أول حاجة لازم تعملها، ودي أهم وأقوى خطوة: قوي علاقتك بربنا. صدقني الفراغ مش بيكون في الوقت بس، أوقات بيكون في القلب، ولما القلب بيتملي بذكر الله بتحس باتزان وهدوء غريب كأنك رجعت مكانك الطبيعي. اتنين، حدد لنفسك هدف، هدف بسيط تعمله كل يوم، مش لازم حاجة كبيرة ولا صعبة، ممكن يكون إنك تقرأ صفحتين، تحفظ بعض كلمات إنجليش، تمشي نص ساعة، لأن الإنجاز الصغير بيخلق جواك شعور بالإنجاز الكبير. مع الوقت بتحس إنك بقيت قادر تتحكم في يومك، مش اليوم هو اللي بيتحكم فيك. ثلاثة، ابدأ تنظم وقتك بطريقة مرنة. أنا مش بطلب منك جدول عسكري تمشي عليه بالحرف، لا، اعمل لنفسك تقسيمة بسيطة: وقت للتعلم، وقت للعبادة، وقت للراحة، وقت للهواية اللي بتحبها. لأن الإنسان لما يحس إن يومه له شكل ومعني بيرتاح، بيحس إنه عايش مش بيضيع. ركز معايا يا صديقي، مشكلتك مش إنك مش عارف تبدأ منين، مشكلتك إنك سايب وقتك يضيع وأنت ساكت. أنت اتخلقت لحاجة أو لهدف أكبر من إنك تضيع وقتك. كلنا اتخلقنا علشان نشتغل، نبني ونتعب ونرضي ربنا ونحقق ذات. خليك قدها وابدأ من النهاردة، وافتكر دايما إن مفيش حد بيتغير في يوم وليلة، لكن أي حد اتغير بدأ بخطوة. إلى اللقاء.